مشاهدينا اهلا بحضراتكم حلقه جديده واول حلقه لينا في سنه 2014 من هنا افريقيا. اتمنى يكون هو عام الخير لافريقيا، وكلمه خير بتندرج تحتها عناوين كثيره: عام التنميه، عام الامان، عام الامن، عام السلام في افريقيا. سريعا هنبدا مع حضراتكم موضوع حلقتنا النهارده. الحقيقه في اول يوم من عام 2014 الاربع اعلنت وزاره الخارجيه المصريه هو ان هذا العام هو عام العوده لافريقيا، العودة إلى القارة الأم، من خلال إطلاق مبادرة. هذه المبادرة أو ما تعرف باسم الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في إفريقيا أو من أجل تنمية إفريقيا. هتكون موضوع حلقتنا النهاردة هذه الوكالة، تفاصيلها، أهم الدول المنتمية أو منضمة ليها، أهم أهدافها اللي ممكن تعمله هذه الوكالة، وآلية تفعيلها خلال عام كامل. والعام السنة دي زي ما قالت الخارجية المصرية هو عام إفريقيا. ضيوفنا المشرفين في الاستوديو في صالون هنا افريقيا هيكون معنا الكاتبه الصحفيه الاستاذه اماني الطويله، وايضا معنا الاستاذ الدكتور ايمن شبانه استاذ العلوم السياسيه. سريعا نبدا مع حضراتكم جولتنا واهم الاخبار المتعلقه بالشان الافريقي على مدار اسبوع. اول خبر هيكون من مصر، والخبر بيقول: استدعت مصر السفير القطري لديها احتجاجا على انتقاد الدوحة في بيان قمع مظاهرات مؤيدة للرئيس المخلوع محمد مرسي، وذلك على خلفية وقوع قتلى في مواجهات مع قوات الأمن المصرية الجمعة الأمس. وتعد قطر إحدى أبرز الداعمين الإقليميين لمرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية. وقال الناطق باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي لفرانس بريس، قال إن استدعاء السفير القطري يرجع بيان أصدرته الخارجية القطرية بشأن الأوضاع في مصر. وكانت الخارجية القطرية قد أعربت عن القلق من تزايد أعداد ضحايا قمع المظاهرات وسقوط عدد كبير من القتلى في كافة أرجاء مصر، بحسب بيان لها بثته وكالة الأنباء القطرية الرسمية مساء أمس الجمعة. الخبر التالي هو يتعلق بمصر والسودان وإثيوبيا. وزير الري في اجتماع السودان: نتائج المفاوضات مع إثيوبيا حول سد النهضة جيدة. بدأت اليوم السبت اجتماعات المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا بالعاصمة السودانية الخرطوم لبحث مفاوضات سد النهضة الإثيوبي والتي تستمر لغد الأحد. حضر الاجتماع وزير الموارد المصري الدكتور محمد عبد المطلب، ومعتز موسى وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني، واليماهو تجنو وزير المياه والطاقة الإثيوبي، وسفراء وممثلو الدول الثلاث. الحقيقة وزير الموارد المائية والري المصري قال في كلمته الافتتاحية للاجتماع، قال خلال الاجتماعات السابقة تم تحقيق نتائج مقبولة، وأستطيع أن أقول بكل اطمئنان أنها جيدة حيث يمكن البناء عليها لتحقيق مزيد من التقدم. وأضاف الوزير أنه لابد من الاعتراف بأنه خلال الاجتماع الأخير استطعنا الوصول إلى المزيد من التفاهمات في إطار بناء مزيد من الثقة بين الطرفين المصري والإثيوبي، حيث جلسنا سويا وتحدثنا في كل الموضوعات بقلب وعقل مفتوحين. وفي هذا الإطار وزير الري الإثيوبي الحقيقة كان له تصريح بيقول: أكد وزير الري الإثيوبي أن سلسلة المفاوضات بين خبراء ووزراء دول حوض النيل الشرقي الثلاث تستهدف توضيح الرؤى والطريق لمتابعة وتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية حول سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى حرص بلاده على تحقيق بناء الثقة مع مصر والسودان للتعاون في بناء السد الذي سيحقق المنفعة للجميع. دي كانت آخر أخبار الاجتماع الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا. يعني لا صوت يعلو على صوت الدستور الحقيقة خلال هذا الشهر وما بعده، وكلامنا الجاي أو الخبر الجاي بيؤكد ده. بدأ نواب المجلس التأسيسي في تونس أمس الجمعة التصويت على دستور جديد بعد مرور 3 سنوات على ثورة 2011، ويتوقع أن تنتهي المصادقة عليه قبل 14 يناير. وأعرب قضاة وحقوقيون أعرب عن رأيهم في هذا الدستور، وقالوا إنه لا يضمن استقلالية القضاء. وفي أول عملية اقتراع صوت 175 نائب بنعم على تسمية الدستور الذي أطلق عليه اسم دستور الجمهورية التونسية. وفي هذا السياق ليبيا أيضا حددت المفوضية الليبية العليا للانتخابات النصف الثاني من فبراير 2014 موعدا لانتخاب أعضاء اللجنة المكلفة بصياغة الدستور في ليبيا، على وقع مقاطعة من الأمازيغ ونقص في الحماسة لدى الناخبين. واللجنة هتضم 60 عضو يمثلون بالتساوي أقاليم برقة شرق وفزان جنوب وطرابلس في الغرب.
الخبر التالي عن ما يحدث في السودان. تقرر اليوم السبت تأجيل بدء المحادثات المباشرة بين طرفي النزاع في جنوب السودان، الحكومة والمتمردين، كما أعلن الوفدان. وأعلن وزير الإعلام الجنوب سوداني مايكل ماكوي المشارك في مفاوضات أديس أبابا والمتحدث باسم وفد المتمردين يوهانس موسى بوك أعلنوا الاثنان أن الطرفين لن يلتقيا ولا يعرف متى سيتم ذلك. وكان المتوقع بدء المفاوضات المباشرة السبت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في محاولة جديدة لإنهاء قرابة 3 أسابيع من النزاع الدامي في جنوب السودان ومعارك عنيفة في محيط بور. ما زلنا مع أخبار جنوب السودان. أعلن النائب السابق لرئيس جنوب السودان رياك مشار الذي يقود تمردا يواجه الجيش منذ أسبوعين في البلاد أنه أرسل وفد للتفاوض باسمه لأديس أبابا، مستبعدا لقاء مباشر مع الرئيس سالفا كير، واستبعد وقف إطلاق النار على الفور، مؤكدا على العكس أن المتمردين يتقدمون نحو جوبا عاصمة جنوب السودان. وأوضح في اتصال هاتفي عبر الأقمار الصناعية: لهذا السبب سيذهب وفدنا لأديس أبابا للنقاش والتفاوض. الخبر التالي من مقديشيو. انفجرت سيارتان أمام فندق الجزيرة القريب من المطار الدولي في مقديشيو، وهو فندق يرتاده عادة السياسيون الصوماليون والمسؤولون الأجانب الذين يزورون الصومال، ذلك علما أن الانفجار الثاني وقع على الرصيف المقابل لدى وصول سيارات الإسعاف، وبينما كان جنود صوماليون يحاولون مساعدة ضحايا التفجير الأول. قال شهود عيان أنه تم تبادل إطلاق نار كثيف في الموقع بين عدد من المهاجمين وقوات الأمن في الفترة القصيرة التي فصلت بين التفجيرين. ومن جهته صرح الناطق باسم الشرطة الصومالية محمد عمر أن الشرطة منعت المهاجمين من التسبب بسقوط مزيد من الضحايا، وقال إن الإرهابيين فشلوا في تحقيق هدفهم، وأوضح أن من بين القتلى شرطيين. الخبر التالي هيكون من موريتانيا. من أجل القضاء على ممارسات ما زالت شائعة في هذا البلد، أعلن مجلس القضاء الأعلى الذي يرأسه الرئيس محمد ولد عبد العزيز ويتولى تنظيم القضاء أنه صدق على إنشاء محكمة خاصة لجرائم الاسترقاق بحسب الوكالة الموريتانية الرسمية للأنباء. منذ إصلاح الدستور عام 2012 باتت ممارسات العبودية تعتبر جريمة في موريتانيا، لكنها تحاكم أمام محاكم عادية. ويأتي إنشاء المحكمة الخاصة بعد إنشاء وكالة وطنية في مارس لتمويل المشاريع الصغيرة التي يستفيد منها عبيد سابقون. وتشكل العبودية موضوعا حساسا في موريتانيا، حيث تنشط جمعيات مناهضة لها، ولا سيما مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية، ويمنحها القانون حق الكشف عن ممارسي الاسترقاق ومواكبة الضحايا. ما زلنا مع أخبار جنوب السودان. أعلن رئيس دولة جنوب السودان الفريق الركن أول سيلفا كير أعلن يوم الأربعاء الماضي حالة الطوارئ في ولايتين بجنوب السودان على خلفية أحداث العنف الجارية والقتال مع المتمردين. جاء هذا الإعلان عبر صفحة حكومة جنوب السودان على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وحيث بيّنت الحكومة أن حالة الطوارئ فرضت في ولاية جونغلي وولاية الوحدة. ويشار إلى أن هذه الأنباء تأتي بعد أن أعلن كل من سيلفا كير من جهة ونائب الرئيس السابق رياك مشار وقف الأعمال العدائية والجلوس للحوار. ليبيا تحذر من الإضرابات النفطية. قال وزير العمل والتأهيل الليبي محمد سوالم إن الإضرابات في المرافق وحقول النفط الرئيسية التي أدت إلى تقليص صادرات البلاد النفطية تقوض قدرة ليبيا على دفع رواتب موظفي الدولة وتنفر المستثمرين الأجانب. وكانت ميليشيات ورجال قبائل سيطروا على مرافق وحقوق نفط في أنحاء ليبيا لدعم مطالب سياسية أو مالية، فتسببوا في خفض إنتاج البلاد إلى نحو 220 ألف برميل يوميا من 1.4 مليون في يوليو. والنفط هو المصدر الرئيسي لعائدات الميزانية ولتمويل واردات الغذاء.
آخر خبر الحقيقة هو تصريح لوزير الدفاع الفرنسي. استبعد وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان انزلاق فرنسا إلى مستنقع النزاع في أفريقيا الوسطى، مؤكدا خلال زيارته للقوات الفرنسية المتواجدة في بانجي الخميس الماضي في أفريقيا الوسطى، وقال أن ضمان الأمن في أفريقيا هو أيضا ضمان الأمن أو حماية الأمن في فرنسا. كانت هي بعض الأخبار المتعلقة بالشأن الإفريقي. هنروح مع حضراتكم لفاصل، وبعد الفاصل نستعد للحوار الطويل مع ضيوفنا الكاتبة الصحفية أماني الطويلة والدكتور أيمن شبانة أستاذ العلوم السياسية، والحديث عن عام أفريقيا. هو تم إعلانه من قبل الخارجية المصرية أن عام 2014 هو عام أفريقيا وعام العودة للقارة الأم. تفاصيلنا هيكون بعد الفاصل. ترتبط مصر بإفريقيا ارتباطا وثيقا حضاريا وتاريخيا وجغرافيا، فموقعها شمال شرق أفريقيا جعلها بوابة أفريقيا إلى آسيا وأوروبا. قد بدأت العلاقات المصرية الإفريقية منذ فجر التاريخ، ففي العصر الفرعوني كانت مصر الفرعونية تسعى لفك لغز نهر النيل ومعرفة منابعه، لذلك كانت تسعى لتنشيط العلاقات المصرية مع دول القارة. وخلال العصر الإسلامي أخذت العلاقة المصرية الإفريقية منحنى جديد، حيث تعلم بالأزهر العديد من أبناء القارة، حيث برز ابن خلدون من تونس، والجبردي من إثيوبيا، والزليعي من الصومال، هذا إلى جانب الأسماء التي كانت تحملها أروقة الأزهر والتي تدل على مدى الروابط المصرية الإفريقية. وفي العصر الحديث نجد أن خلال فترة محمد علي قامت العديد من الاستكشافات والحملات المصرية لكل من السودان والصومال وإريتريا، ووصلت لشمال أوغندا. وقد لعب محمد علي باشا دورا كبيرا في تأسيس مدينة الخرطوم بين عامي 1820 و 1852، وأصبحت منذ عام 1830 عاصمة للسودان. وعند قيام ثورة 23 من يوليو عام 1952 حظيت القارة الإفريقية باهتمام خاص، واستحوذت على أهمية مركزية عند الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث اعتبر القارة الإفريقية من أهم خطوات مصر تجاه السياسة الخارجية، واعتبر تحرير إفريقيا استكمالاً لتحرير مصر، ومن خلال ذلك أصبحت مصر مقراً لثوار إفريقيا السمراء ومحطة لانطلاق حركات التحرر عام 1955. وتم إنشاء الرابطة الإفريقية لتقديم الدعم العسكري والمادي لحركات التحرر الإفريقية. عام 1963 تم تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، وقد بلغت العلاقات المصرية الإفريقية ذروتها عندما قطعت معظم الدول الإفريقية علاقاتها مع إسرائيل بعد العدوان على مصر عام 1967، كما وقفت الدول الإفريقية بجوار مصر في حربها عام 1973. وفي مارس عام 1977 انعقدت أول قمة عربية إفريقية بالقاهرة، وساهمت مصر في استقلال ناميبيا عام 1990، وبنفس العام أطلق سراح الزعيم الإفريقي الراحل مانديلا. عملت مصر على تسوية الصراع الذي نشأ بين موريتانيا والسنغال عبر توقيع اتفاقية سلام بين البلدين بوساطة مصرية عام 1992. ربما يكون قد توارى الدور المصري نسبياً بعد ذلك لأسباب سياسية عديدة، ولكننا نعمل الآن على العودة لأحضان القارة الإفريقية، فمصر هي ابنة الكبرى لإفريقيا.
مع بداية عام 2014 أو أول يوم في 2014 يوم الأربعاء الماضي، أعلنت الخارجية المصرية هو عام أفريقيا، عام العودة للقارة الأفريقية، وأطلقت مبادرة ما تعرف باسم الوكالة المصرية للشراكة من أجل تنمية أفريقيا. تفاصيل هذا الموضوع وعن العلاقات المصرية الأفريقية وكيفية تفعيلها في هذا العام بطريقة يعني تسهم في تنمية أفريقيا هيكون موضوع حوارنا مع الكاتبة الصحفية الدكتورة أماني الطويل، مدير وحدة الإفريقية مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية. أهلا بيك معنا دكتور أماني. وأيضا معنا دكتور أيمن شبانة أستاذ العلوم السياسية. أهلا بيك معنا. مش أول مرة، دايما عايز تكون متواجدين، وبرضه دكتورة أماني مش أول مرة. طيب دكتورة أماني، ناخد فكرة عن هذه المبادرة وإطلاق حتى فكرة أو إطلاق عام 2014 هو عام أفريقيا أو عام العودة إلى القارة الأفريقية. هي المسألة دي يعني استجابة لمطالب الشعب المصري في أن السياسات المصرية والاستراتيجيات المصرية تستجيب لتطلعات الشعب المصري في أن يكون مرتبطا بإفريقيا، على اعتبار أن احنا لنا علاقات يعني أولا أخوية، ثانيا حيوية ببعض، وأن ابتعادنا عن إفريقيا تسبب في الكثير من الخسائر للجانبين الإفريقي والمصري. المبادرة دي هي تطوير لصندوق الصندوق الفني لدعم إفريقيا، وده هذا الصندوق عمل لدعم إفريقيا على المستوى التنموي لفترة طويلة، لكن كانت ميزانيته محدودة وكانت مجالات عمله أيضا محدودة. تمام. وكان تأثيره الحقيقة محدود. إعلان الخارجية المصرية أن 14 هو عام إفريقيا هي مبادرة مهمة بالتأكيد تستحق المساندة، وهي محاولة لتفعيل آليات جديدة للتفاعل مع إفريقيا، آليات تنموية اقتصادية ثقافية مختلفة. تمام. مفترض أن أطراف هذه الشراكة الأفارقة والمصريين وربما جوانب يعني دول ثالثة أو أطراف ثالثة يكون لديها إمكانية التمويل للمشروعات التنموية. المطلوب إلى جانب هذه الوكالة في تقديري أنه يا إما تقوم هذه الوكالة أو العاملين فيها بشكل من أشكال التخطيط الاستراتيجي للعلاقات مع إفريقيا، أو أن يكون هناك جهة في الدولة، جهة تنفيذية في الدولة كوزير شؤون أفريقية أو وزارة للشؤون. كان كلام اتردد ولم يفعل. ممكن تكون الوكالة بداية، ربما تكون الوكالة بداية، هي خطوة بالتأكيد تستحق التأييد، وهي مبادرة جديدة في زمن يعني قلت فيه المبادرات من مصر، فيعني خطوة جيدة وبالتأكيد إن شاء الله توفق فيها مصر. دكتور أيمن، هذه الوكالة بتضم حوالي 10 دول، نحاول نلقي الضوء على هذه 10 دول، وهل تعتبر هذه الوكالة بداية بقى لتدشين أو لعمل على أرض الواقع من مشروعات مشتركة؟ أنا أعتقد أننا بهذه الوكالة بدأنا الطريق من المنتصف، وكنا لابد أن نبدأ الطريق منذ البداية. البداية تصحيح وجهة الدور المصري في أفريقيا وتطوير الخطاب السياسي. لابد أن تكون الرؤية واضحة، ولابد أن يكون الدور المصري في أفريقيا موجه من خلال عناوين واضحة. يعني في العهد الناصري كان هناك عنوان واضح: محاربة الاستعمار والعنصرية. هذا العنوان الواضح أو المظلة الكبرى تحرك من خلالها الدور المصري في القارة الأفريقية. وتاريخ الدور المصري في أفريقيا إذا أردنا أن نؤرخ له في العصر الحديث فإنه بدأ وللأسف انتهى عند هذه المرحلة. بعد ذلك منحنى العلاقات المصرية الأفريقية أخذ في التراجع. أيضا لابد من تصحيح أو إعادة كتابة التاريخ المصري في القارة الأفريقية أو تاريخ العلاقات العربية الأفريقية. بالرغم من الدور المصري في القارة الأفريقية ودور العرب والروابط التاريخية والعلاقات ما بين الجانبين، هناك تشويه لهذا الدور من خلال اتهام العرب مثلا بتجارة الرقيق، اتهام العرب بالعنصرية، اتهام العرب بالانتهازية، والدعاية الغربية والإسرائيلية تؤكد على ذلك وتروج له. وللأسف هذه هي الصورة التي ترسخ في أذهان الأفارقة، وبالتالي التمهيد من خلال إعادة كتابة التاريخ من خلال وجود عناوين واضحة
أو خطاب سياسي واضح تجاه القارة الأفريقية، لأن الصندوق المصري للتعاون الفني الدعم الفني أو الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا الذي انطلق في العام 1980 لم يحقق الكثير لمصر في القارة الأفريقية. وجدنا مصر دائما ما ينظر إليها الأفارقة باعتبارها الآخر، باعتبارها الكيان الغريب وليست حجر الزاوية بالنسبة لأفريقيا. يعني الدكتور جمال حمدان يقول إن مصر هي قلب العالم العربي ووسط العالم الإسلامي، تمام. وهي حجر الزاوية بالنسبة لأفريقيا والبوابة الشمالية الشرقية للقارة. الأفارقة يتعاملون مع مصر باعتبارها الآخر، حتى العالم الغربي يتعامل مع مصر باعتبارها الآخر. الأهم من هذه الوكالة أن تكون واضحة الأهداف، أن يكون هناك دأب واستمرارية في العمل المصري في أفريقيا، لأن التقطع والموسمية هي آفة العمل المصري في أفريقيا. وأيضا تنمية دائمة أو عدم دائم. وجود الإمكانيات. الصندوق المصري للتعاون الفني مع القارة الأفريقية يعني أكبر ميزانية لهذا الصندوق لم تتجاوز 125 مليون دولار، تمام. أو أعتقد مليون جنيه. يعني الميزانية ضعيفة. شديدة التواضع، ميزانية لا تكفي لتأسيس دور حقيقي وقوي ومستمر. وعندما كنا نحاجج في ذلك يقولون إن الميزانية لا تكفي، وكأنهم يتحدثون عن عمل ترفيهي أو عمل نقوم به من قبيل التفضل على الأفارقة. مستقبل مصر في القارة الأفريقية شئنا أم أبينا، شريان الحياة في مصر هو النيل يأتي إلينا من قلب القارة الأفريقية. تمام. طيب دكتور أماني، يعني هيكون المشروعات المشتركة داخل هذا الصندوق هتكون لها فقط على مستوى التعاون الاقتصادي أو استثماري، ولا ممكن يكون في أيضا تعاون على المستوى الثقافي؟ وعايز أعرف أهم الدول. هو أنا أتصور إن يعني الوكالة هي آلية. اوكي، مش احنا كيان؟ مش يعني ماشي كيان، بس ده آلية. يعني احنا بنتكلم دلوقتي المفروض في الدور المصري في افريقيا يكون توجه دولة. انا عايزه اقول لك على حاجة، مثال بسيط لكل الناس. تمام. احنا لحد دلوقتي بنستورد اللحمة من البرازيل والهند. كويس. لو اثيوبيا والسودان. يعني احنا لو استوردناها من اثيوبيا والسودان نص مشاكلنا تتحل. اوكي، يعني المسألة مش مسألة ان انا اتعاون او ادعم فنيا او ادعم تنمويا او الى اخره. تبادل تجاري على الاقل يكون او او تبادل تجاري، لكن ان انا اكون رقم في موازنة 7-8 دول افريقيه. رقم ازاي؟ ان انا استورد منهم الموز والفواكه واللحوم والى اخره. الى حد الان، الى هذه اللحظه، مافيا الاستيراد من دول معينه اقوى من الدوله. فأنا اسمحي لي يعني لما يبقى دولة بعد ثورتين وقعدنا 3 سنين عشان تطلع مبادرة مشكورين عليها بالتأكيد، لكن في النهاية هذا ليس توجه دولة. حضرتك قلتي الخبر ازاي؟ أعلنت الخارجية المصرية. تمام. هذا الإعلان كان يجب أن يعلن من رئاسة الوزراء المصرية وليس من الخارجية المصرية، لأهمية الوضع حتى في يكون أفريقيا. طبعا حتى يكون الأفارقة يشعروا أن هذا توجه دولة. اوكي، فالرئيس اوباما لما بيروح افريقيا هو الذي يعلن بنفسه او مكتبه في البيت الابيض رسالة الزيارة ومحطات الزيارة وتوجهات الزيارة وافراد الزيارة وكل ما يتعلق بالزيارة. يعني انا محتاجة النهارده ان افريقيا تاخد وزنها في السياسات المصرية. افريقيا لحد دلوقتي مش واخده وزنها، حتى مع الوكالة اللي حضرتك بتقولي عليه. بتبدأ يعني لا خطوات. يعني هنا اقصد ايه، مش مسألة بتبدأ، هي المسألة ان يعني حينما يكون التوجه من الدولة بيكون وزنه اعلى وهذا التوجه تخدمه كثير يعني وبعدين يبقى في تنسيق. هنا الخارجية تقود، واخده بالك، نوع من انواع التنسيق بين مختلف جهات. انا زرت افريقيا عدد من المرات. تمام. عواصم الافريقية. يشكو ليكي السفير المصري ان بتجيله وزارات مختلفة عايزة تعمل مشروعات مختلفة. اسمحي لي وفي مشروعات مختلفة في توقيت واحد، فالراجل يعمل ايه؟ يعني يجيله 3-4 وزارات في توقيت واحد عشان يعملوا مشروعات. فأنا لحد دلوقتي الآلية اللي هم بيشتغلوا عليها آلية مطلوبة جدا،
اوكي، لكن انا محتاجه ان انا الدوله فين من مافيا اللحوم عشان نستورد من اثيوبيا على ومن موضوع السودان؟ واحد، فما بالك بقى. الدوله فين من استيراد الموز والكاكاو يعني بشكل مباشر من غرب افريقيا؟ يعني كل الكلام ده لازم لما انا اكون انا مصر بساهم في الموازنه السنغاليه او الاثيوبيه بمقدار التلت او هيبقى ليا الربع دور او على كده، الأقل، هيبقى ليا لي كلمه معاهم حتى. بالظبط يعني بالظبط. طيب قبل ما انتقل لدكتور ايمن، هل هيكون دور مؤسسه المجتمع المدني هيبقى لها دور في هذه الوكاله؟ مفترض، يعني أنا عارفة أن هناك توجهات في الخارجية الحقيقة أن هم بيستعينوا دلوقتي بمراكز التفكير بالخبراء بكذا، فده طبعا توجه جيد. وفي منظمات مجتمع مدني عاملة في منطقة حوض ودي النيل، هي مخترقة قليلة أفريقيا على أرض هي قليلة الواقع. صحيح، لكن يعني موجودة. لكن في مؤسسات تقدر تشتغل في إفريقيا على نطاق أوسع زي الكنيسة المصرية وزي الأزهر الشريف، يعني كل في بلده، يعني الدولة المسيحية تتحرك فيها الكنيسة يعني. وده نوع من انواع انا الحقيقه رحت اثيوبيا ورحت في قلب بحيره تانا، جزيره فيها كنيسه من اقدم الكنائس، يعني هي من التراث المسيحي في افريقيا. تمام. حتى فيها صوره المسيح اسمر. سكانها هذه الجزيره فقراء معدمين. اين الكنيسه المصريه من هؤلاء الفقراء؟ يعني احنا ممكن نتعاون ثقافيا وتراثيا وفي اكتر من مجال، لكن انا اقصد احنا عندنا حالات مثلى المفروض ننتبه اليها، ويبقى توجه دوله، يبقى توجه للكنيسه والازهر والخارجيه والإعلام ومجلس الوزراء والاعلام. تمام. طبعا. طب انا استكمالا للكلام دكتور اماني، دكتور ايمن، ما تمتلكه مصر الان من خطوات انطلاق داخل افريقيا، او بالمعنى الجاز لنا التعبير انها تخترق افريقيا؟ يعني دكتور اماني قالت الازهر الشريف والكنيسه، هو لهم يعني لهم باع طويل داخل القاره الافريقيه، لكن ايه اللي ممكن تمتلكه مصر على المستوى الحديث ان هي أو في هذا العصر الحديث انها تخترق افريقيا او تعيد انطلاقها مره اخرى في افريقيا؟ لدى مصر الثقل الحضاري الكبير. الأفارقة يعتبرون أن الحضارة المصرية هي أصل الحضارة الأفريقية، وينبغي أن نركز على هذه الجزئية مثلما كانت اليونان القديمة أصل الحضارة الأوروبية. أيضا لابد أن توجد مصر بقوة وبفاعلية في التنظيمات الإقليمية في القارة الأفريقية، خاصة الاتحاد الأفريقي. تمام. يعني مصر وهي إحدى الدول الخمس الكبرى المساهمة في ميزانية الاتحاد الأفريقي، لا يوجد فيها مقر واحد من مقرات الأجهزة الرئيسية للاتحاد الأفريقي، ولا مقر. أيضا مصر لا يوجد ممثلون عنها أو مسؤولين مصريين يتبوؤون مناصب قيادية داخل هذه التنظيمات. حتى اتحاد الغرف التجارية الأفريقية هناك نزاع مع الجانب الإثيوبي عليه. أيضا يعني بمناسبة المبادرات، لا أتصور أن مجرد إعلان رئيس الدولة أو القيادة السياسية في مصر عن هذه المبادرة أنه شرط للتنفيذ. لماذا؟ لابد أن يوافق. يعني هذا الإعلان لابد أن يصاحبه عمل على الأرض. لماذا؟ لأن الرئيس مبارك ذاته أعلن في يناير من العام 2005 في أبوجا في قمة الاتحاد الأفريقي عن 3 مبادرات: إنشاء قناة فضائية أفريقية، الربط الكهربائي بين الدول الأفريقية، مواجهة الأمراض وخاصة الإيدز في أفريقيا. هذه المبادرات ال3 نسيت وتحولت إلى حبر على ورق، ولم يسأل عنها أحد بعد ذلك. ما زلنا في مصر نتعامل مع الأفارقة من خلال الإذاعات الموجهة، ورغم الدور الكبير الذي قامت به هذه الإذاعات، ولكن هذا الدور قامت به في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، لم يعد مناسبا الاعتماد على هذه الإذاعات الموجهة وحدها. لماذا لا تطلق مصر قناة فضائية موجهة لأفريقيا؟ أيضا الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا على سبيل المثال، ورغم أن مصر كانت تعول عليه، كان يدرس اللغة العربية للأفارقة متعديا على دور أو متداخلا مع وفي أيضا أدوار. معهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة. معهد البحوث والدراسات الأفريقية هو آلية، ولكنه يعمل في ظل غيبة للإمكانيات، في ظل غيبة للدعم، وكان يعمل في فترة من الفترات في ظل غيبة للتنسيق مع أجهزة الدولة هل ممكن السيادية. يدرك تحت مظلة الوكالة المصرية، يعني نجمع كل الآليات أو كل أشكال التعاون تحت هذه المظلة؟ لابد لأي عمل
ناجح يتوجه ناحية القارة الأفريقية أن يرتبط بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية، بصرف النظر عن طبيعة هذا الارتباط، سواء في صورة ندوات مشتركة، خبراء، صحيح. استشارات. مصر أيضا لابد أن تطور سياسة المنح الدراسية التي تقدمها للأفارقة. يعني دول حوض النيل وهي الدائرة الأهم لمصر في القارة الأفريقية لم يكن منها يدرس من هذه الدول في القاهرة إلا 8% من إجمالي الموفدين أو المبعوثين الأفارقة في مصر. يتم اختيارهم بشكل عشوائي، بشكل لا توجد فيه أي يعني رؤية أو تخطيط للمستقبل. حتى العلاقات بهؤلاء الموفدون تنتهي بمجرد رحيلهم عن القاهرة. يعني حكومة جنوب السودان كان فيها 26 وزيرا ممن تلقوا تعليمهم إما في القاهرة أو جامعة القاهرة فرع الخرطوم، ولكن لم تجد مصر في السودان تواصل من يدافع عن فرع الجامعة بالخرطوم، ولا يوجد حتى الآن تواصل ولو على نطاق محدود مع من قامت مصر وجامعة القاهرة فرع الخرطوم بتعليمهم في السودان أو في غيره. طيب، يعني كلام حضرتك دكتورة أماني ودكتور أيمن كلكم متفقين على آلية التنسيق. يعني مهما كان هناك جهود كثيرة أو آليات كثيرة أو مبادرات كثيرة، طالما ما فيش تنسيق هتروح الحاجات دي سوداء أو لازم هباء. يبقى في تخطيط. طيب. الأول في بلان استراتيجي، وبعدين الجهات التنفيذية يبقى بينها تنسيق، وبعدين يبقى في آليات. جميل. طيب، يعني لو هنقول ان الوكاله المصريه للشراكه من اجل التنميه في افريقيا كيف تقيم تنسيق، او انها يكون هناك تنسيق بينها وما بين في صناديق اخرى، في مبادرات اخرى في مصر وفي دول عربيه كثيره تهتم بالشان الافريقي وعندها مشروعات. هل ممكن يكون في تعاون وتنسيق بين هذه المبادرات والوكالات ده وصندوق؟ مستوى تاني. يعني احنا بنتكلم ده كده، انت حضرتك بتتكلمي عن مستويين. احنا بنتكلم، انا بتكلم على تنسيق محلي داخل مصر. مستوى التنسيق العربي المصري العربي ده مهم مش بس عشان التمويل، لكن مهم عشان دلوقتي في مشروعات خليجية بتكون صحيح. في افريقيا بتتجه لممارسة زراعات لزراعة حبوب وكذا، وده بيعمل طلب عالي على المية، وبيعمل ربما ضغط في الطلب على المية في دول حوض النيل، وبالتالي مطلوب تنسيق في المسألة دي. فإحنا في المستوى الأول، في المستوى المحلي، أتصور أنه إما أن تكون هذه الوكالة هي الآلية الوحيدة التي يندرج تحتها كل أنواع العمل المصري إزاء إفريقيا، أو تكون هي أحد الآليات الموجودة إلى جانب وزارات وجهات أخرى. وفي هذه الحالة لابد وأن يكون هناك توب، يعني رأس أو بالضبط رأس لمثل هذه الآليات المتوازية في القيمة ربما وفي الوزن، ويقوم بهذا التنسيق. أيضا آليات الدولة المتعلقة، مثلا احنا محتاجين أسطول بحري في البحر الأحمر لدعم التجارة البينية بيننا وبين الدول الأفريقية. يدخل بقوة. شوفي، أنا التعويل على القطاع الخاص أنا مش ضده، يعني القطاع الخاص يتحرك براحته، لكن أعتمده كآلية. أنا خذلنا خلال ال20 سنة اللي فاتت، وخد تسهيلات من بعض الدول الإفريقية، وأضر بصورة مصر في بعض الدول الإفريقية. بعض، طبعا أنا بتكلم عن بعض، يعني أنا لا أعمم. في نماذج مشرفة وناجحة، في مصانع قائمة في نيجيريا وفي أثيوبيا لبعض السلع، وهذه يعني تجارب ناجحة. في مشروعات في جنوب السودان سياحية، في مجهود مصري في موزمبيق وفي أنجولا. بنشوف من خلال عملنا رجال أعمال ناجحين الحقيقة. اسطول بحري في البحر الأحمر يعني أيوة مهم. طبعا، لأن احنا ما عندناش اسطول بحري قوي يدعم التجارة البينية بيننا وبين إفريقيا، وده يفسر لك ليه حجم التجارة بيننا وبين دول الكوميسا مثلا ضعيف. فدي مسألة مهمة. تمام. أنا نسيت أنا كنت بقول إيه. كنا بنتكلم إن إحنا محتاجين كبداية اللي هو الأسطول البحري لدعم التجارة البينية. لا، يعني أنا أقصد الفكرة الرئيسية إن إحنا محتاجين خطة استراتيجية يقوم بها رأس جهة ما، مجلس ما، وزير ما، ممكن وزير دولة لشؤون أفريقيا. ممكن ده كان عندنا زمان، يعني كان قبل الثورة كان عندنا حاجة اسمها وزارة شؤون السودان على مستوى وزارة دولة. تمام. اوكي. تمام. فاحنا محتاجين ده، وبعدين نشوف الوكالة هتكون أحد الآليات ولا الآلية الوحيدة. دي حاجة مهمة جدا. طيب،
وبعدين نشوف بعد كده إذا كانت هذه الآلية، إذا كانت الوكالة دي هتقوم بتنسيق عربي ولا مش هتقوم بتنسيق ده عربي. مهم برضه. الحقيقة التنسيق يعني العربي الإعلان احنا يعني الخارجية مشكورين، لكن الإعلان أولي ولسه في كثير من التفاصيل المفروض يكشف عنها وكثير من الجهود المفروض يبذل فيها يعني. طيب يمكن احنا بنتكلم دكتور ايمن على هذه الوكاله او اعلان الخارجيه المصريه انه عام 2014 هو عام افريقيا، طبعا مبادره مهمه واعلان هام. يمكن ده بيجي في وقت ان في بعض الدول في افريقيا يعني بيزعجها قوي ان يكون لمصر لها دور اكبر وانها مصر تعود مره اخرى لافريقيا. هل توافق على هذا الراي؟ بالطبع، يعني مصر دولة لا يمكن أن تخرج من المظلة الأفريقية. مصر دولة قوية، قوة إقليمية شئنا أم أبينا. هناك قوى صاعدة أخرى مثل جنوب أفريقيا التي خرجت يعني مع مانديلا برؤية عن نهضة القارة الأفريقية. أيضا نيجيريا وهي القطب الكبير في الغرب الأفريقي، أكبر دولة منتجة للنفط في القارة الأفريقية. كانت هناك أيضا منافسة من ليبيا في عهد القذافي. كل دولة تحاول أن تصل إلى تحقيق أهدافها، وهناك دائما منافسون، وبالتالي هذا الدور المصري يعني دائما وابدا سوف يزعج كثيرين، سواء ممن يريدون اخراج مصر من القاره الافريقيه او تهميش دورها، او من القوى الافريقيه ذاتها المنافسه. ولكن لابد ان يكون لدينا قناعه بان مستقبل مصر في القاره الافريقيه. فرنسا كانت لديها وزاره تسمى وزاره الشؤون الافريقيه، ولديها مؤتمر كل 3 سنين، القمة الفرنسية الإفريقية كل 3 سنين. لابد لمصر أيضا بالمناسبة أن تستضيف هذه المؤتمرات الكبرى. صحيح. يعني مثلما تستضيف جنوب أفريقيا أهم الفعاليات في القارة الأفريقية، لابد أن تستضيف مصر على سبيل المثال مؤتمر القمة الفرنسية الأفريقية، ومنظمة الفرنكوفونية برضو أكبر عدد فيها من الدول الأفريقية. يعني هناك قمم عديدة. بالمناسبة مصر لم تكن تشارك في هذه القمم على المستوى الرئاسي، يعني من 23 قمة في إطار الاتحاد الأفريقي ومنظمة الوحدة الأفريقية، آخر 23 قمة في عهد الرئيس مبارك لم يحضر منهم مبارك سوى 5 قمم، منهم واحدة في مصر وقمتان في ليبيا. القمتان الوحيدتان في أفريقيا جنوب الصحراء كانت واحدة في أكرا في غانا في يوليو 2007، والأخرى في يناير 2005 في أبوجا العاصمة النيجيرية، وطرحت فيها المبادرات الثلاث ولم تنفذ. يعني وجود شكلي غير فاعل. أيضا لابد يعني في العام 2010 على سبيل المثال تم إعلان العام 2010 عاما للسلم والأمن في القارة الأفريقية، واهتمت مصر من خلال بعض الممارسات الشكلية دون أن تشارك بشكل حقيقي في تسوية الصراعات في القارة الأفريقية، حتى المشاركة في عمليات حفظ السلام. يعني مصر تروج وتتباهى مصر أو وزارة الخارجية تحديدا بأن مصر من أكبر الدول التي تشارك في عمليات حفظ السلام في أفريقيا. أقول لمصر إن بنجلاديش والهند تشارك بقوات أكبر من القوات المصرية في القارة الأفريقية. إذن العبرة ليست بعدد القوات، ولكن العبرة بالقدرة على طرح مبادرات والقدرة على تنفيذ هذه المبادرات على الأرض. يعني لا نكتفي بهذه الخطوة من خلال إنشاء وكالة مصرية تكون في هناك على أرض الواقع، ولكن أعمال على أرض الواقع. من متابعات. يعني وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يجتمعون مرتين شهريا، ومصر لم تحظى في عهد الرئيس مبارك. يعني الرئيس مبارك لم يقم بزيارة الدول الأفريقية إلا كان في تغييب تام للشأن الأفريقي والسياسة المصرية. 17 زيارة ل10 دول، يعني ل10 دول. يعني دولة مثل بوروندي وهي دولة من دول حوض النيل لم يزورها أي مسؤول مصري طوال 6 سنوات من 1999 ل 2005. يعني بس دكتور ايمن اسمح لي، احنا بنتكلم عن الماضي، لا خلاص احنا بدأنا في 2014، خلينا يكون في تفاؤل. هو في مسألة مهمة طبعا، لا في مسألة مهمة ان مصداقية الإعلانات المصرية ومصداقية المبادرات المصرية، لأن الحقيقة في انطباع عن المصريين في افريقيا انهم بييجوا يقولوا كلام
ما نفذوش حاجه، واحنا سمعنا هذا الكلام في اكتر من عاصمه افريقيه. طبعا نتمنى ان مثل هذه الامور تتغير، وانا الحقيقه يعني متفائله بوزير الخارجيه نبيل فهمي، لانه عارف تماما ثوابت واستراتيجيات السياسات المصريه في افريقيا. لكن احنا محتاجين مجهود كبير، لان اللاعبين احنا عندنا منافسين في افريقيا. احنا كنا بنتحرك في افريقيا وقت التحرر الوطني، احنا كنا تقريبا القوه الوحيده. لكن دلوقتي في عندك اللاعب الامريكي، اللاعب الفرنسي، اللاعب الصيني، اللاعب البرازيلي، اللاعب الجنوب افريقي، اللاعب الهندي، وبالتالي في صعوبه او تحدي الملعب بالظبط الملعب يغص باللاعبين. بينما انت كنت في الماضي بتواجهي قوى استعماريه، وكان عندك خطاب للتحرر الوطني، وبالتالي كان عندك قوه معنويه واخلاقيه في خطابك ضد الاخرين. لكن انت النهارده الجميع مقبل على افريقيا، والاخرون دلوقتي هم بيقدموا يعني بالظبط تعاون وشراكه. الشراكه بالظبط، الكل بيتقدم بخطاب الشراكه لافريقيا، وبالتالي حجم التحديات الحقيقه رهيب في افريقيا. واذا ما تحركناش ازاء هذه التحديات بالسرعه المطلوبه والمؤسسيه المطلوبه والتراكميه المطلوبه فسوف نفشل. حضرتك قلتي كلام قبل ما نتكلم من قيمه دقائق، قلتي حاجه مهمه جدا، ان احنا عايزين يعني الوكالة دي يكون في هناك زي حوار عن هذه الوكالة، عن ماهيتها، عن كيفية تفعيلها، عن آلية تفعيلها. ده دور مين؟ هل دور فقط الإعلام؟ دور المتخصصين بالشأن الأفريقي؟ الخارجية اللي أطلقتها. أنا فاهمة، بس يعني إحنا نتكلم عن آليتها بعد كده، أو نساهم، أو أنا الحقيقة كنت أتمنى إن أنت كنت تجيبي حد من الخارجية كمان، عشان يعني إن شاء الله نتابع هذا الأمر إن شاء الله مع الخارجية المصرية، لأن ده يعني إحنا في كلام حضراتكم النهارده طرحتوا يكون في وزارة أو ملف خاص جوه داخل الوزاره في الشأن الافريقي. ده قرار على مستوى رئاسه الوزراء، يعني ده قرار يعني يجب ان تتدرسه. يعني انا اقصد قرار منوط بمجلس الوزراء او الحكومه المصريه ان تتدرسه وان ترى في يعني ايه الموضوع، يعني وتقول والله هنعمل وزاره ولا مش هنعمل وزاره. اذا مش هنعمل وزاره، طب ايه جهه التخطيط المركزي؟ تمام. جهه التخطيط المركزي الياتها كذا وكذا وكذا. يعني المفروض وهل هذه الوكاله ستعمل بعيدا عن الاتحاد الافريقي ام لا؟ يعني او تحت لا، هو دي ملهاش علاقه بالاتحاد الافريقي، لان دي آلية محليه، لكن ممكن تمام. ان تتعاون مع الاتحاد الافريقي، ده موضوع تاني يعني. لكن الآليات المحليه غالبا هي آليات داخليه. طيب. انا قبل ما اختم كلامي عن هذه الوكاله عايزه بس تاخد تعليق. احنا قلنا خبر في بدايه الحلقه عن اجتماع الثلاثي لوزراء الري المصري والسوداني والاثيوبي. وزير الري المصري قال انها وصلت لنتائج جيده، ووزير الحياه الري الاثيوبي يعني نصا بيقول يعني حرص بلاده على تحقيق بناء الثقه مع مصر والسودان للتعاون في بناء السد الذي يحقق المنفعه للجميع. عايز اخد تعليق صغير عن هذا الاجتماع اليوم. أنا شايفة أن في تقدم في المباحثات، وربما نصل إلى نتائج فيما يتعلق بأساليب بناء السد، لأن ده ما يهمنا. وربما أفصحت أثيوبيا عن مداخل بناء السد من الناحية التكنولوجية والفنية، لأن دي يبدو أنها قدمت معلومات. وهتبقى المسألة مرتبطة بمسألة التخزين والشراكة المصرية من حيث التمويل والاستفادة من الكهرباء إذا تم بناء السد. لأن يعني المعلومات اللي موجودة أن في مشكلات في تمويل السد، ربما يكون في آليات يعني بديلة أو موازية لفكرة السد حتى يحقق لإثيوبيا الطاقة الكهربية التي ترجوها. لكن واضح أن هذه الاجتماعات حتى الآن تتمتع بقدر من السرية، وبالتالي الحكم عليها بشكل دقيق. أنا ثواني عايزة بس تعليق من دكتور أيمن ثواني على الاجتماعات. يعني أتوقع أن هذه الاجتماعات لم تسفر عن تقدم يعتد به، لأن الوزير نفسه لم يحمل معه من أوراق الضغط أو أوراق التفاوض ما يمكن أن يقنع الجانب الإثيوبي إما بإيقاف الإنشاءات مؤقتا أو تعديل يعني تصميم السد بحيث يعود إلى مستوى التخزين الأول. كل ما نسمع عنه عن تقدم سمعنا عنه من قبل، وسمعنا عنه من اللجنة الفنية. ويعني بالعكس، يعني أعتقد أن إثيوبيا تستفيد من الوقت لتدشين هذا المشروع على الأرض.
تمام، هي مسألة وقت. طيب أنا بشكر جدا الكاتبة الصحفية الدكتورة أماني الطويل، مدير الوحدة الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية. شكرا يا دكتور. وأيضا بشكر دكتور أيمن شبانة أستاذ العلوم السياسية. ويمكن بدأنا حلقة اليوم أول حلقة لينا في 2014 بنوع من التفاؤل أو الاقتراحات أو الأفكار كيف يتم تفعيل على أرض الواقع التعاون أو الشراكة مع أفريقيا من خلال إعلان الخارجية المصرية لعام 2014 هو عام العودة للقارة الأفريقية أو عام طرح مبادرة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في أفريقيا. هيكون لنا متابعة خاصة عن هذا الموضوع. بنشكر حضراتكم، نشوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم حلقة جديدة من هنا أفريقيا على المصرية.